السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله، على من اجتمعت المحاسن فيه. اليوم بدي أعمل شوربة الرشوف. شوربة كثير زاكية، خصوصا فصل الشتاء احنا بنحبها وكل الأردنيين بيعملوها. بتحتاج من البذور، بتحتاج إن هي العدس الحب الكاملة، والجريشة هي يعني القمح اللي بنشتريه جاهز، قمح حبة كاملة، وبعدين بنرجع عند في المطحنة بنجرشها شوية، يعني مش ناعم خشن، جريش. بس أنا ما لقيت الجريش، ما كان عندي، استخدمت البرغل. بصير البرغل أو الفريك اللي بدك إياه، أي شيء متوفر عندك بالبيت. أنا بدي أعمل كمية مشان أطعم الحبايب طبعا. والحمص، مثلا الحمص عندي منقوع، طلعته من الفريزر بحطه. بورجيكم متى بحطه، يعني بس يستوي البذور، الحبوب هذول، بعدين برجع بحطه هو. انا راح استخدم شوربة الرشوف مع اليقطين او القرع. جبت القرع وقطعته وجهزته. طبعا لازم يكون حبته كبيرة. طبعا سيد المائدة في اللي هو الجميد الكركي، ما بنقدر نستغني عنه، لازم نحط الجميد معاه. ما بقدر احط اللبن العادي، في ناس بحطوا اللبن اللي هو اللبن مع اللبن بخلطوهن وبحطوا شوية نشا، لا احنا ما بنحبه. بنحب الجميد الكركي. هسا بكسر الجميد وبنقعه. طبعا راح انقع هاي الحبوب واتركها تقريبا ساعتين، هي منقوعات في المي الساخنة حتى تتفتحن. في ناس بنقعوهن من الليل، بس انا والله ما يعني ذكرت الطبخه هاي الا اليوم، لان الجو بارد وقلت خلص بدي اعملها اليوم ان شاء الله. هسه بورجيكم كيف بعملها ان شاء الله. طريقتها سهله وطعمه كثير لذيذ، وبنصح الجميع يجربوه. اللهم لك الحمد والشكر، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض يا رب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا كسرت الجميد ونقعته بالمية، طبعا مش الساخنة كثير، مية ساخنة مش دافية، ساخنة بس مش ساخنة كثير، لو ساخنة كثير بتخرب الجميد. وهسه جهزت البذور، غسلتهم بعد ما نقعوا، شايفين تفتح شوي البذور، تفتحن. الحبوب يا ربي بنسى بحكي البذور، تفتحن شوي الحبوب، شايفين. وغسلتهن كثير منيح. وهسه بدي أنا أخلطهن. طبعا هسه أنا ما بحط زيت ولا بحط سمنة ولا بحط إشي، بحطهم بالمية على طول. بعد شوي بورجيكم متى بحط السمن ومتى بحط البصل والبهارات. هسه بدي أنزلهن على الطنجرة، على طنجرة الضغط. أنا حطيت المي بطنجرة الضغط، خليتها تسخن شوي. بسم الله. بدي أنزل هسه اللي هي الحبوب، بدي أخليها تغلي هسه. ما راح أنزل عندي الحمص، ولا راح أنزل هسه اللي هو القرع أو اليقطين. خلي الحبوب هسه تتفتح مزبوط وتغلي، يعني تقريبا تستوي إن شاء الله. السلام عليكم. هسه الشوربة الحمد لله هي شربت المية كلياتها، يعني خلص البذور الحمد لله رب العالمين هي في استواء الحمد لله. كل الحبوب استوت. هسه بدي انزل عليهن الحمص مسلوق، طبعا انا كنت مجهزيته او بخليه بالفريزر. بدي انزل عليهن كمان اللي هي القرع، طبعا لازم تكون قطعة كبيرة حتى ما يذوب. جهزت اللبن، بسم الله. راح احط عليهن شوي من الملح، بعدين بنشوف اذا هن بحاجة لزيادة ولا لا. شوي صغير من الملح لانه اللبن مالح. فلفل اسمر ربع معلقة. كمون، طبعا لازم كمون لانه في اللي هو الحبوب هاي بتعمل نفخة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا عندي مرقة الدجاج، بحط كيس منها تعطيها طعم زاكي. طبعا هسه ما بغطيها لأنها عليها لبن حتى ما يفور اللبن، لازم تظل مفتوحة تقريبا نص ساعة. هسه أنا بجهز للبصل اللي بدي أقليه وأحطه عليها بستوي إن شاء الله. جهزت البصل، طبعا بصلتين متوسطات الحجم، حطيتهم مع زيت زيتون. وهسه بدي أزيد عليهم معلقة من السمن الحيواني، سمنة الغنم، تعطي الشوربة كثير طعم لذيذ. اللي ما عنده بس يحط زيت زيتون. أظل أقلبها حتى تتحمر البصل، ما بصير يكون ني، لازم يكون متحمر ومستوي مظبوط. قليت البصل، هسه بدي انزلها على الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اسمع الطشه هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه بخليها تطبخ مع الشوربه تقريبا 10 دقائق بس، حتى تاخذ طعم السمنه والزيت والبصل. احلى شوربه ما شاء الله، طعمها خرافي ما شاء الله، لذيذ. بس بنصحكم كلكم تجربوها في الشتوية، كثير زاكي. أنا بحط معاها اللي هو البصل والفجل وجرجير، بنحب ناكله معاها. أنا بعمل طنجرة كبيرة بطعم الحبايب، بطعم الجيران، لأنه مش الكل بيطبخها باستمرار. وإن شاء الله إن ألف صحة وعافية على كل من أكل. وبتمنى تشتركوا بقناتي وتحطوا لي لايك جميل، وتدعموا القناة بأي طريقة أنتم بتشوفوها مناسبة. الله يسعدكم، الله يسعدكم، أنا بكبر فيكم.